السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة. مفاجآت في قائمة الأهلي: عودة سعد سمير وتصعيد محمد شكري واستبعاد 8 لاعبين. في البداية وكالمعتاد ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان خاطر نوصل لأكبر عدد من محبي النادي الأهلي. شهدت قائمة الأهلي المتجهة إلى النيجر من أجل مواجهة سنيديب مفاجآت من العيار الثقيل بشأن الوجوه الجديدة وأبرز العائدين، بالإضافة إلى استبعاد عدد من القوام الأساسي للفريق بشكل إجباري بسبب إصابات مختلفة. وغادرت البعثة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متجهة إلى النيجر استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها في الرابع عصر الأربعاء القادم في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. وجاءت أبرز المفاجآت في قائمة الأهلي عودة سعد سمير بعد التعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيليس وانضمامه مجددا للقائمة الأفريقية، بينما انضم لأول مرة إلى القائمة الأفريقية اللاعب محمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأحمر والصاعد حديثا من صفوف فريق الشباب. فيما شهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين من القوام الأساسي للفريق بسبب إصابات مختلفة، حيث غاب عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما اشتكى مروان محسن ووليد سليمان من آلام الركبة. ويخضع الثلاثي ناصر ماهر وجونيور أجاي وحسين الشحات لعمليات جراحية في الكتف والوتر الوحشي والقدم على الترتيب. إصابات هتكون مؤثرة جدا على النادي الأهلي. 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر. القائمة اسمها كالتالي: 21 لاعب. حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي مصطفى شوبير. في خط الدفاع احمد رمضان بيكهام، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، علي معلول، محمد هاني وسعد سمير، محمد شكري. في خط الوسط في حمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق. في خط الهجوم محمود كهربا ومحمد شريف وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وجيرالدو وطاهر محمد طاهر. غيابات في خط الوسط مهمة جدا زي عمرو السولية، وطبعا اللاعب برضه رامي ربيعة. في لعيبة هتكون مؤثرة جدا مع النادي الأهلي، ولكن في لعيبة برضه موجودة زي أكرم توفيق، لاعب كان عامل موسم والأروع الموسم اللي فات. وطبعا أكيد في حمدي فتحي واليو ديانج اللاعب الممتاز جدا في خط وسط النادي الأهلي، إن شاء الله هيقوم بالدور وهيغطي وزيادة. الأهلي يعلن إجراء ناصر ماهر جراحة في الكتف وغياب شهرين. يخضع ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي لعملية جراحية غدا الاثنين تحت إشراف الدكتور باسم فليجة بهدف تثبيت الكتف الذي أصيب في مباراة مصر المقاصة، ودي كانت أول مباراة في الدوري الممتاز. يعني قدر الله ما شاء فعل يا ناصر، أول مباراة شارك فيها مع الأهلي بعد العودة من الإعارة وإصاب، ولكن كل شيء بقدر يا ناصر يا ماهر. وطلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عرض ماهر او ناصر ماهر على كونسولت طبي متخصص من اجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق حتى لا تتكرر الاصابة وخلع الكتف مرة ثانية. وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المتخصصين جرى استقراره على الإجراء جراحة غدا تحت إشراف الدكتور باسم فليجة، وهو أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه قرابة الشهرين. يرجع إن شاء الله بألف سلامة ناصر ماهر.